في أجواء روحانية مميزة رأس أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفل إحياء ليلة القدر المباركة بالقصر الملكي بالرباط. ورغم التحديات الصحية الناتجة عن العملية الجراحية التي أجريت لجلالته على مستوى الكتف الأيسر، أصر جلالته على أداء صلاة العشاء والتراويح جالسا، مستندا في ذلك إلى الرخصة الشرعية التي تتيح للمسلم الصلاة جلوسا عند وجود عذر. هذا الحفل الديني بث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة عن أذان صلاة العشاء، شهد حضور عدد من الشخصيات الدينية والرسمية، حيث تليت آيات بينات من الذكر الحكيم وألقيت دروس دينية تبرز فضائل هذه الليلة المباركة. تجسد مشاركة جلالة الملك في هذا الحفل رغم الظروف الصحية التزامه العميق بالقيم الدينية وحرصه على إحياء المناسبات الإسلامية الكبرى، مما يعكس دوره كأمير المؤمنين وراعي للشؤون الدينية في المملكة.